اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هقول لكم ازاي احنا طول الوقت حوالينا حاجات ينفع نرسمها وتكون مصدر الالهام، بس كل اللي محتاجينه ان احنا نبص حوالينا كويس. معظم الوقت بنكون مش عارفين نرسم ايه، عاملين زي اللي عنده هدوم كتير بس طول الوقت مش لاقي حاجة يلبسها وبيقول انه ما عندوش هدوم. كنت بقضي ساعات كتير وانا عمالة افكر هرسم ايه ومش لاقية حاجة ارسمها، او بضيع وقت كتير على النت وانا عمالة ادور في المواقع وفي الصور على حاجة ارسمها، فالوقت كان بيضيع اكتر بكتير في التدوير اكتر من الوقت اللي بقضيه في الرسم. بس كل ده اتغير لما غيرت طريقة تفكيري من ان مفيش حاجة تنفع تترسم الى احتمالية ان كل حاجة واي حاجة حواليا ممكن تكون مصدر الهام ومصدر للرسم. اول طريقه ممكن تساعدكم انكم ترسموا اي حاجه موجوده قدامكم، ايا كانت الحاجه دي، حتى لو شكلها مش حلو او مش شايفينها ان فيها جمال او ان هي تنفع تترسم. لو جربتوا تعملوا كده هتتفاجئوا بالنتيجه بعد ما بتخلصوا رسم، ان الحاجه دي او الحاجه اللي انتوا ما كنتوش واخدين بالكم منها طلعت حلوه ونفعت تترسم. كل مره كنت بعمل كده كانت بتبقى مفاجاه ليا في الاخر، ان ايه ده، الحاجة طلعت شكلها كويس حتى لو مش هي واو، بس طلع شكلها كويس. فجربوا ايا كان المكان اللي انتوا فيه، ارسموا اول حاجة تلاقوها قدامكم. ساعات كتير بتكون الحاجة موجودة قدام عينينا بس مش بنكون شايفينها، او شايفين انها شكلها مش حلو او مش هتطلع شكلها حلو في الرسم. زمان كانوا الفنانين ما كانش عندهم انترنت ولا كان عندهم اي حاجة تكون مصدر للالهام بمنظورنا احنا، بس كانوا بيعملوا فن حقيقي وبيعملوا لوحات عالمية بقت اسعارها بملايين الدولارات. هما كانوا بيرسموا ايه؟ كانوا بيرسموا الطبيعة، المتعلقات الشخصية بتاعتهم او المكان اللي عايشين فيه. معظم اللوحات كانت دي المواضيع بتاعتها. فأول ما تلاقوا نفسكوا وقعتوا في فخ أرسم إيه، جربوا تبصوا كويس في المكان والأشياء اللي حواليكوا أيا كان المكان اللي انتوا فيه، لأن ساعات كتير بتكون الحاجات قدام عينينا بس مش بنكون شايفينها. أول ما بدأت أشوف كل حاجة حواليا إن هي ممكن تنفع تترسم، بطلت أسأل نفسي أرسم إيه، وبخرج من دايرة التفكير لدايرة الفعل وبرسم على طول. تاني حاجة تقدروا ترسموها هي الأكل. الأكل موضوع غني جدا وملهم جدا للرسم، بالذات ان الأكل كتير عندنا بيرتبط بذكريات أو بمناسبات معينة، فتقدروا تعتبروه توثيق لذكرياتكم ولحظاتكم المميزة، لأنكم كل ما هترجعوا للرسمة هتفتكروا المناسبة أو الوقت اللي كانت فيه أو اللي اترسمت فيه أو الذكرى اللي حصلت في اليوم دوت. رسم الأكل من أكتر المواضيع الغنية والمفضلة بالنسبة لي، مليان ألوان وأشكال مختلفة ومميزة. وعمرك ما كنت هترسمها لو انت بتفكر كده من غير حاجة. عمرك ما هترسم الأكل اللي انت بتاكله، بس الحقيقة أنا لقيته إن هو حاجة مميزة جدا وطريقة سهلة إن أنا أقدر أفتكر بيها اللحظات أو الأيام اللي أنا نزلت فيها أو خرجت في مكان معين. باجي أقلب تاني برجع للسكتش بوك بتاعي، بفتكر اللحظة اللي أنا رسمت فيها واليوم ده كان إيه وخرجت فين وكنت مع مين. واحدة من التجارب اللطيفة اللي عملتها إني كنت برسم الفطار بتاعي كل يوم فطرت إيه. دي من أكتر الحاجات اللي خلتني عندي امتنان إن أنا عندي أصلا الأكل ده موجود، وإني بصحى الصبح بلاقي البيت بتاعي فيه أكل، فخلاني أركز أكتر وبكون ممتنة أكتر للتفاصيل الصغيرة اللي ممكن في العادي محدش ياخد باله منها، حتى لو كانت لحاجات بسيطة زي الأكل. والحاجات اللي بحب اعملها برضو اني اوثق مراحل الاكل نفسه، ان انا برسم خلال الاكل، مع كل قطمة برسم الاكل بعد بيكون شكله اتغير عن الشكل الاصلي بتاعه. فدي بتبقى لطيفة جدا وبتعمل شكل وليها غنى بصري حلو جدا. كمان تقدروا ترسموا المشتريات بتاعتكم بعد ما تشتروها، تقعدوا ترسموها قبل ما تحطوها في التلاجة او تفرغوها من الأكياس بتاعتها. الحقيقة هتخلي عندكم تلتفتوا أكتر للتفاصيل، لأن في الحقيقة عمركم ما كنتوا هترسموها في العادي. ده كمان هيخلي عندكم ذاكرة بصرية قوية جدا للتفاصيل، وتخليكوا تاخدوا بالكم من تفاصيل كتير بعد كده. تالت حاجة تقدروا ترسموها هي الأشخاص اللي عايشين معاكم في البيت أو ترسموا نفسكم. كتير بنكون محتاجين نتدرب على رسم العنصر الإنساني بما إنه موضوع مهم في الرسم، لكن مش بنكون لاقيين حد نرسمه، في حين إن احنا عايشين مع ناس 24 ساعة موجودين معاهم كل يوم،
وبنقضي معاهم وقت كتير. فممكن نستغل الأوقات اللي مشتركة ما بيننا، لو بنتفرج على تلفزيون أو هما مشغولين بحاجة بيعملوها، نقدر نخطف لحظات بسيطة نرسمهم فيها. حتى لو مش عاوزين نرسم الناس اللي احنا عايشين معاهم، نقدر نستغل نفسنا ان احنا نرسم نفسنا، سواء نرسم بورتريه شخصي لينا او احنا قاعدين قدام المراية نقدر نرسم نفسنا برضو. وده هيساعدكم انكم ترسموا الوش في اوضاع مختلفة وتلاحظوا تغير شكل الملامح مع تغير تعابير الوش. كمان بتكون فرصة هايلة انكم تتدربوا على رسم الاطراف زي الايدين والقدمين في اوضاع مختلفة ومتنوعة. الصعوبة في رسم الأشخاص دايما إنهم بيتحركوا بيغيروا أوضاعهم كتير، ودي فرصة تكون تدريب ممتاز على الرسم بسرعة، وإننا نقوي أو نعود ذاكرتنا إنها تسترجع الأوضاع أو الملامح قبل ما الشخص يتحرك من مكانه أو يغير الوضع بتاعه. رابع حاجة إنكم تختاروا مكان أو أوضة معينة من البيت وترسموها أو ترسموا تفاصيل منها أو الحاجات أو الأشياء اللي جوه الأوضة دي أو بما إني كنت بقضي وقت كتير في المطبخ، لقيتني برسم التفاصيل والأدوات اللي فيه. كنت بستغل أي أوقات انتظار وأنا بطبخ وأرسم أي حاجة من المطبخ من حواليا. من مميزات الرسم من الحياة اليومية إنك بتكون حاضر في اللحظة اللي انت فيها وبتكون واعي لكل حاجة حواليك، وده ممكن يخلي عندك ستايل أو أسلوب مميز لأنك بترسم من حياتك وتفاصيلك انت، مش بتنقل من رسم حد تاني أو من صور حد تاني مش بتاعتك. وده هيخليك تركز أكتر في كل حاجة حواليك، والحاجات اللي كنت بتشوفها عادية هتبقى مش عادية. ممكن دي تكون أكتر ميزة للرسم أو للفن، إنه بيخلينا نلاحظ التفاصيل والجمال في الأشياء العادية من حوالينا. هتحس ان كل حاجة حواليك ممكن تبقى لوحة بس مستنية ان انت تشوفها او تبصلها بنظرة مختلفة. اتمنى الفيديو يكون شجعكوا او الهمكوا باي حاجة. احب اختم الفيديو بمقولة كانت عدت عليا بتقول you should have a meaningful relationship with the object that you own. تعني ان المهم انك تربط نفسك بعلاقة حقيقية مع الاشياء اللي بتمتلكها.